مباراة ممتعة لأبعد حدود وكمية فرص ضايعة هنشوفها دلوقتي في المباراة. مباراة حرفيا للمتعة، فلايك وصلى على الحبيب وتعالى نشوف الكلاسيكو. التسديدة الأولى من جابي ولكن سهلة في إيد نوير. القائد جابي هو الأخطر بتسديدة تانية قوية، والأتليتي عاوزة تخطف جول في بداية المباراة. فيدال يرد هو كمان بتسديدة قوية، بس أوبلاك بيصدها على مرة واحدة. وأوبلاك كان عامل ماتش تاريخي في الذهاب وشكله كده هيعمل ماتش تاريخي تاني في الإياب. التانية فرصة ذهبية للبايرن ومولر لليفاندوسكي، بس العملاق اوبلاك حارس مش طبيعي. ريبيري يجرب بصاروخ وبيشيلها اوبلاك وبتقع منه، وكان هيغلط غلطة عمره ولكن تخرج بسلام. البايرن عامله شوط اسطوري وكرة من لام كورباك وبتاع له عارضة الاتليتي، بس ديفيد ألابا بيجيب كرة ثابتة في مكان مهم وبيقف لها تشابي الونسو اللي بيحط صاروخ ما ينفعش يتصد. كالي الونسو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. كورة بتخبط في دفاع الاتليتي وبتخش الجول، بس جول هيفتح المباراة وهيخلينا نشوف مباراة رايحة جاية، والنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين. ضغط ألماني بيكلف خيمينيز ضربة جزاء للبايرن، والبايرن شكلها كده هاجت وبيخش ليها مولر، وغريبة يخش لها مولر في وجود ليفاندوسكي وتشابي الونسو، بس بيخش لها مولر وبيحطها بطريقة وحشة قوي وبيتألق فيها اوبلاك، وفرصة هيندم عليها البايرن والمباراة ولعت. وبيخلص الشوط الأول ونروح لشوط الحسم. الاتليتي ما تستناش كتير ومن اول فرصه تقريبا بتخلص بعد انفراد تام من جريزمان. انفرد جريزمان وبيسجل جريزمان هدف التعادل في بايرن ميونخ، بس الهدف بهدفين علشان القاعده لسه موجوده، ويصعب المهمه على الفريق الالماني. والنتيجه 2-1 للاتليتي في مجموع المباراتين. الاتليتي كان هينهيها رسميا وكره صاروخيه من خوان فيران، بس بتروح جنب القائم. تشابي بيرد، بس الحاجات دي مش هتيجي في اوبلاك. ليفاندوسكي على الطاير بيحط كره حلوه ولكن مفيش حل مع العملاق اوبلاك، بس التانيه البايرن ما يسميش فيها. كره من ديفيد ألابا لفيدال، وفيدال يلعبها على طبق من ذهب لليفاندوسكي. بالراس وهدف بافاري. اخيرا يا روبرت، اخيرا ليفاندوفسكي، الله عليها عرضيه. وبيسجل الليفا هدف للبايرن وبيرجع الامال تاني للفريق الالماني. بايرن محتاجه هدف وحيد للتاهل امام فريق عنيد، ولكن تعال نشوف ايه اللي حصل. الضغط من الفريق الالماني كان كبير والاتليتي بيقاتل. كومان كان قريب بعد تسديده ولكن اوبلاك يمسكها، بس الاتليتي دايما غدار وبلعبه واحده يسرق البايرن، وبيجيب توريس ضربه جزاء مش ضربه جزاء اصلا، وكره من بره خالص لكن الحكم يحسبها ويخش ليها فرناندو توريس ولكن بيضيعها، والامل بيرجع تاني لبايرن ميونخ في اخر الدقايق. الاخيره كانت هتنهي كل حاجه من ألابا اللي بيحط تسديده تخبط في الدفاع ويشيلها اوبلاك، بس الحكم خلاص كان صفر